نبتدي يومنا بفطار منوفي أصيل ونجرب الفطير المشلتت لأن ده من أحسن الأكلات اللي ممكن تاكلها من إيد المنايفة. بعد كده تعال أخدك في جولة سريعة للأماكن السياحية والأثرية اللي ممكن تزورها. محافظة المنوفية خرج من أرضها كتير جدا من الآثار المصرية، وأشهرهم جبانة إوسنا اللي بنيت بطراز معماري فريد جدا من نوعه، وكشفنا فيها عن مقابر أثرية بترجع ل3 فترات زمنية مختلفة. اكتشفنا ولسه بنكتشف كتير داخل أرض المنوفية، وللأسف اتفرقت كل آثارها في متاحف كتير داخل وخارج مصر، وعشان كده أتمنى أن يفتتح متحف خاص يليق بمحافظة المنوفية ويضم كل الآثار العريقة دي. تعرف إن موجود كمان صرح ثقافي عالمي على أرض المنوفية اللي طلعت لنا كتير جدا من الشخصيات البارزة على مر العصور زي الرئيس حسني مبارك ومحمد أنور السادات، وممثلين زي سعيد صالح وصلاح السعدني وغيرهم كتير من العلماء والأدباء والرجال اللي بيشهد عليهم التاريخ كله. معروفة المنوفي طول عمره بيه ابن بيه، وعشان كده ما ينفعش ما يكونش موجود فيها مكان زي قصر الثقافة اللي موجود في شبين الكوم، واللي اتبنى علشان يقدم لنا جميع الأنشطة الثقافية من ندوات ومحاضرات وغيرهم. وكمان موجود فيه مكتبة عامة وقاعة للعرض المسرحي والسينمائي. هنروح بعد كده القصر واستراحة الخديوي اللي موجودة في المنوفية، واللي حاليا أصبحت مدرسة ثانوية للبنات، وقصر عبد العزيز باشا فهمي اللي موجود في كفر المصلحة، وإدارة جامعة المنوفية اللي كانت قصر خليل الجزار. واحنا بناخد جولتنا كده تعالى أعرفك إن اللي بيميز أهل المنوفية عن غيرهم هو حفاظهم على تقاليدهم وعاداتهم الشعبية، ومن أهم العادات دي هو الاحتفال بمولد سيدي خميس، وده واحد من أولياء الله الصالحين اللي بيتم الاحتفال بمولده في شبين الكوم، وده بيعتبر جزء مهم جدا من الهوية الثقافية والدينية. في المولد ده بيتجمع أهل المنوفية، وده طبعا بيقوي الروابط الاجتماعية بينهم وبيقوي انتمائهم للمحافظة، وبيقوموا بأنشطة كتير جدا زي المدح والذكر والتسوق في المكان ده. وفي الوقت ده بيكون مميز وممتع جدا لأنه بيتاح للزوار إنهم يتعرفوا أكتر على التراث الحرفي اللي موجود في محافظة المنوفية، وبيكون موجود سوق شعبي كبير لبيع المنتجات والحرف اليدوية اللي بيتميز بصناعتها أهل المنوفية، زي الأواني الفخارية اللي اشتهرت بصناعتها قرية جريس، وزي السجاد اليدوي والمفروشات اللي استخدموا في صناعتهم القطن والكتان، والمشغولات المعدنية من النحاس والفضة، وأعمال فنية زي اللوحات المزخرفة اللي بتعكس ثقافة المحافظة. ومن أهم الحرف اللي بيتميز المنوفية وبيعتمد عليها الاقتصاد بشكل كبير جدا هي الزراعة، وفي مولد مهم زي ده ما ينفعش ننسى بيع المنتجات الزراعية زي العسل والزيوت الطبيعية وغيرهم. رحلتنا لسه ما خلصتش، ده جه أحسن وقت ممكن نقضيه في المنوفية، وهو إننا هنروح شبين الكوم نتمشى في شوارعها الجميلة ونجرب المطاعم والكافيهات وألعاب الملاهي، ونختم يومنا بقعدة جميلة على كورنيش النيل.